نكمل القصة. ذيك الابتسامة اللي طيرت بقايا عقلي، بس زلمة ما حكى ولا كلمة، بس أشر بصبعه على حلقه، يعني إش ولا نفس. فصراحة هنا انلغت عندي فكرة الخوف، وصرت بمرحلة الموت السريري. فالزلمة دار وجهه على ربعه وكمل ولا كأنه شي صاير. فنزلوا الجثة بالحفرة وبدوا يطمون بيها، وأنا عيوني تجرى على صديق عمري اللي جاي يدفنون بيه بدم بارد وما بيدي شي أسوي. ومن خلصوا شالوا غراضهم على السريع وصعدوا السيارة وطلعوا. بقيت بالقبر لأكثر من ساعتين لحد ما صار الفجر، فسحبت نفسي وطلعت مثل المخبر. على طول رحت البيت صديقي، فوصلت للفرع مالتهم لقيت الدنيا مقلوبة والشرطة دارسة المكان. فشفت اخوه الكبير واقف، ركضت عليه ولزمته من يخته وقلت له مقتدى وين؟ احكي بسرعة. فاخوه دفعني وهو يبكي ويقول مقتدى ماكو. قال لي البارحة بالليل طلع ورا ما خابرك، واجا السيارة مظللة براس الفرع، اخذوه وراحوا. كاميرات المراقبة مصورة كل شيء. فأنا هنا لساني الربط بحلقي، ما قدرت احكي. شو تريدون اقول مثلا؟ اقول له اخوك اندفن البارحة وانا شفت الدفانة، ولو اقول لهم واحد من الدفانة شافني وابتسم. فصراحة خفت يحملون المسؤولية، وبنفس الوقت خفت من ذول الزلم الأربعة. فالمهم بعد ما رجعت للبيت قفلت البيبان، اجاني اتصال الساعة ب 12 الظهر، رقم غريب. جاوبت على طول وبقيت ساكت، وبس اسمع اصوات انفاس قوية، وورا ثواني اجا الصوت اللي خلاني مصدوم، نفس الصوت اللي سمعته بالمقبرة البارحة. وقال جملة واحدة بس وبصوت هادئ: صاحبك اندفن والسر اندفن وياه. العصر راح تجيك رسالة وبيها عنوان، إذا ما شفتك هناك فراح نفتح لك قبر جديد يم مقتدى. فالخط انسد والرسالة وصلتني بيها الموقع. أروح للشرطة وأجازف بحياتي، ولو أروح للموقع وأشوف شنو السر اللي مات صديقي بسببه. هذا راح تعرفونه بالجزء الرابع. قطع أجزاء تلقونه جوا صورتي، وسووا القلب أحمر وانتظروا.